how it's going. Today we have a new lesson, Unit 12. Please open your student's book on page 77. Okay, the title here, historic sites. يعني historic adjective بيجي المواقع التاريخية. تمام؟ Historic sites that mean المواقع التاريخية. طيب, we have here some words. Civilization that mean حضارة. Civilization. Construction يعني مبنى أو بناء. Construction. Temple معبد. كنيسة جي أمكان بيجي ده temple أو معبد جهة عبادته temple. Carve نقش أو نحت نقش نقوش مختصر تشتكي هذا النقش ذكر. That mean carve. Giant عملاق اوكي او very huge that mean giant. طيب جانا عن بر اعداد بينين بي سي. تمام شو معناه يعني before Christ that mean يعني قبل الميلاد المسيح. تمام before Christ يعني قبل ميلاد المسيح. Now مثلا we have 2020 يعني 2020 2020 دنا وقت تاريخك هذا before Christ يعني هي جبري وقتها بخوا يعني بولادة المسيح. طيب this is historic site يعني وقت بيجي موقع تاريخي historic site. Yes. So now I will read. Please be attention and listen carefully, my dear. Okay. There are many historic sites in Syria. يعني بجد هناك العديد من المواقع التاريخية في سوريا. سوريا. Syria has thousands of years of history. يعني سوريا لها آلاف السنين عندها تاريخ. وقت بيجي تاريخها كيكفنا من آلاف السنين. تمام تاريخها كيكفنا من آلاف السنين. And many civilizations throughout history made Syria their home. وقت بيجي كانت سوريا مهد لحضارات عديدة. تمام civilizations ما كما قلت حضارات فسوريا كانت مهد لحضارات عديدة. طيب in Syria you can find historic places from the time of the بيجيتا بدراها يعني ممكن انه تبيني قلكي مواقع تاريخيه اوقات يجبري ذا وكا mediums. تمام Romans and Ottomans ذات زمين عثمانيين. medians حضاره medians جي هاجمه. Romans وقت بيجي رومانيين. Ottomans يعني العثمانيين بيكون جوي وقتي بها جمع historic places مواقع تاريخيه هي. طيب كودت كمان المواقع التاريخية بيجيتا sites like Arkesh منطقة كنافي Arkesh, جابار Castle قلعة جابر and Palmyra that mean تدمر. تمام أنت بيجمهم الناس كن تدمر نافي Palmyra. Tell the story of our country's colorful history. طبعا المواقع التاريخية تشكي بيجيتا قصتها تاريخي ما دبيجت بدأ colorful أو ملونة بدأ بمعنى المتنوع. تمام تاريخي ما متنوع أو حافل بأحداث أو مواقع جمرة بحسيتك. طيب عين دارا تامبل معبدة كنافيوي عين دارا نير أفرين. تمام نيزيكي عفرينيا. It is very old جركي كفنا. Its construction began around 1300 BC. بيجتا بنائها بلشي أو وقتها تشيكرن around 1300 BC وكما قلت شيء BC before Christ يعني قبل الميلاد. تمام We don't know why the temple was built. أم نظن شو سببها معبدها هاد تشيكرن بس بدراها بيجيتا but we know that it was used for over 500 years. لكن أم تظنن إنه معبدها هاد استخدام كرن أكثر من 500 سنة over 500 years until حتى وقتك 740 BC 740 BC before Christ BC. طيب بصالة هذا in 1955
1955 someone discovered a huge stone. تمام؟ بجيتا شخصكي اكتشاف كر صخرك مظن lion from the temple. اف صخرها مثل سر شكلي lion that mean اسد. فاف صخرها هات اكتشاف كرم كي سالة ده 1955. تمام؟ اوكي ذا walls بيجيتا حيطان طبعا حيطان تمبل بحسها او كنيسات كي بيجيتا حيطان walls that mean هيتوي of the temple are carved with beautiful art. يعني كانت عليها نقوش فنون جميله فن خوشكن beautiful art فنون يعني وقت بيجي رسمي قلكي خوشك وفنون قلكي خوشك هاتن نقشاندن سرفا هيتا. طيب showing lions كانت تبين انه وقت شهبون جمع lions وكما قلتي اسد angels ملائكة palm trees اشجار النخيل and other complex designs. complex designs يعني و designs وقت بيجي تصاميم معقدة وهناك تصاميم معقدة أخرى. There are giant footprints بجتا هي بدراها بحسابي صورتك بجتا هناك آثار قدم عملاقة أو ضخمة giant footprints carved هذا نقشاندن carved in front of the door to the temple. بيشيا دريه معبدة أمام باب المعبد أف نقشيها موجودة. تمام؟ giant footprints. Okay. Now here my dear وقت بيجي تشتي مسموح ونا مسموح ممكن وقت تبكي تهري زيارة historic sites. What can you do and what you cannot do or allowed to do or not allowed to do أو don't allow to do. فتشتهنا مسموحا تشتهنا نا مسموحا تبكي. أمنها بخوينا بيجيتا the do's and don'ts of visiting historic sites. الأشياء المسموحة والغير مسموحة القيام بها في الأماكن التاريخية أو عند زيارة الأماكن التاريخية. طيب أول first of all بدي جمع the first one don't touch the buildings or artifacts. Artifacts as I explained last lesson وكما ما جارك ما بحسكر ما جو artifacts شيا artifacts يعني المنتجات الإنسانية وكما قلت منحوتات بين صور بين تماثيل بين أم بيجندا artifacts أو آثار. فبيجيتا don't touch the buildings or artifacts يعني دستخوا ندى أبني ودستخوا ندى ومنتجاتي الإنساني أو آثارها you could break them ممكن توابشكيني. The oil from your skin can also damage paintings and other fragile items. بيجيتا بدراها إنه دستة بالعادة وقت زيتش دستة من دركبة أب دستة وقت دستة خو بدي فا منتجاتي أو فا آثارها ممكن damage بأزينة أف لوحاتها وأف فريجل ايتمز وقت بيجي انه سريعة العطب أف منتوجاتها هشن طبعا بما انه عم مرور الزمن فممكن أف زيتها سر بأسرينة. اوكي لمسا دستيتا جبر رجعنا تدبيني كفيزين الدرخن وقت مثلا لوحة موناليزا يعني تشناتينن كفوفا خوتكن جبر نهلن دستيوا او عرق يعني دستيوا الدركبة أسرينة سر منتجاتي تاريخي. طيب second one بيجيتا do تشتايات مسموحة بكي do take photographs if they are allowed يعني تذكري صورتها ببي هكا مسموح بك. تمام if they are allowed هكا أو شتر سمح هذا. Photographs are the best souvenir you can take from the visit to an historic site. طبعا بدراها آية نقان a historic site يعني بيجيتا انه صورة او فوتوغرافز هي صور فوتوغرافية تذكري صورتك فوتوغرافي بوقت هذه مواقع تاريخي لانه اعتبار ب the best souvenir وقت تذكار يعني افضل تذكار اشترى وقت هذه دركي تاريخي فصورتها بكي بينشترى وكذكرى وكتذكار. طيب don't دي ساتشتايا كيرنايت بكي don't share pick up any items يعني pick up that is mean يلتقط نراجع أي items أي مواد أو items وقت بيجي مواد you find on the ground
أي تشتك تسرع ردي بيني تجا دستخوانة دي دنارا جدا. If you see something you think might be historic بلكي خطيت تشتكي بيني you think might be historic فكر بلكي ممكن تشتك تاريخي بي تشبكي في وقت ده tell a teacher بيجا استاذك أو an adult يعني شخصك بالغ never bring any artifacts home with you تجات و آثار و منتجات إنساني بخورة نحاولين بخورة ببي مالي تمام. طبعا because it is not يعني نملكيتها تنكاري بخورة ببي فلازم تهاجي هبي. do تشتي ديسا مسموح تبكي do ask questions تمام ask questions يعني سؤال بك if you are not sure of the rules هكتنا متأكد بي حول القوانين ask a teacher تمام برسا استاذ بك they can also answer your question they can also answer your questions about the history of the sites بجد برسا استاذك كاري اوجي جوابي برسي تبكي حول المكان التاريخي the history of the site تمام. don't ديسا تشتايات النكاري بكي تشيا don't cross any lines or go somewhere you are not allowed يعني لا تتجاوز الخطوط او الحدود ونتشسر تدرى نمسموح اشترى او ذات تروح الى اي مكان غير مسموح. Don't climb طبعا B9 of London. Don't climb or walk on ancient sites. Ancient that mean very old يعني القديم. هرتشتكي جيلكي كيفن بأن بيجين ده ancient. فبيجيتا لا تتسلق أو تمشي على المواقع القديمة. تلحلفة سورتك تلحلفرة تمام. طبعا أبجي historic site. Okay, my dear, here this is a dialogue between Malva and Rula. بيد جمع حديثك هي حوارك هي نقبا مالفا ورولا أمي ميزن كبحثا جتكن أو what are they discuss about what. Okay. Hi Malva بيجي. Hi Rula. I didn't see you at school this morning. أنا ما شفتك اليوم بالمدرسة. اليوم تندت إلو صبح المدرسة. رولا شد بيجي ده. That because our history class went on field trip. Okay? بيجي تجبر لأنه درسا ما تاريخي أمتشون a field trip وقت بيجي رحلة ميدانية. trip رحلة field ميداني. Okay? أمتشون رحلة كي ميداني. مالفت بيجي ده where did you go؟ تشوي كودة where did you go؟ فبيجي ده we went to the historic site أمتشون مكانك تاريخي سر نابيتشيا نوار اوكي شون مكانك تاريخي بده it is near حسكة نيزيكي حسكية it is called تلبراك ناو it is called تلبراك ناو يعني نها نافيوي تلبراكا اوكي طيب مالفا تشت بيجيدا it must be Okay, نها مالفا تشد بيجي مالفا بيجي it must be hundreds of years old يعني لابد انه يكون عمره مئات السنين تمام. رولا تشد بيجي ده actually يعني بالواقع it is thousands of years old يعني بيجي بالواقع هي يعني عمره في موقعها آلاف السنين not hundreds that mean مئات thousands آلاف اوكي عمره في موقعها آلاف السنين. The first settlement there was from 6500 BC. بيجيتا أول المستوطنين البيدي عايش بون أو البيدي هبون يعني settlement that is mean المستوطن يعني الشخص اللي بيدي عايش بيه عاش هنيك فجمع جعم صالة 6000 وبينصدي 6500 BC وكمان قلتي BC يعني before Christ. طيب مالفا بدا تشد بيجي واو طبعا بدا اندهاج بو جو واو that's old يعني أبقالك كبنا who lived there كي بدا عايشي who lived there رولا جرد بيجي many different people lived there over thousands of years يعني العديد من people بدا هاتيه بمعنى الشعوب تمام people ناس بس بدا هاتيه بمعنى الشعوب يعني اشتغل بيجي شعوب كثيرة عاشت على مدى أو على مدى آلاف السنين هناك تمام على مدى آلاف السنين وده شعوب كثيرة قالك ودا عايشي
ويدي حتاخد 4 سكرت. ancient tribes. ancient وكما go very old. tribes يعني قبائل. tribe that mean قبيلة أو بجدة القبائل القديمة. تمام. ancient tribes like the Hurrians. Hurrians يعني الحواريين. and Akkadians. Akkadians يعني الأكاديين. تمام. هنا أكيد ونناسك ودرباسك درسة خواهي تاريخ ده lived there. تمام. ف ancient tribes ancient tribes like the Hurrians and Akkadians lived there. It was destroyed in 1300 BC. بجد أف مكانها destroyed هذا دمراندن صالة هزارو سيصدي جبري تاريخ الميلاد المسيح. طيب. And from then on it was empty. جوي وقتها أف مكانها تكاري بيجي خاوية خالي من الناس. يعني كسر ما عاد حدا عاش فيه. هذا كان مكان خاوي. No one has lived on the hill since. ما حدا عاش على الهيل. طبعا تلية فبيكون موقعها هو بيجي ست لكية جوي وقتها كس نما ما عاد حدا عاش على هذه التلة من ذلك الوقت. نونها أمال فجد بيجي did you see دي سؤالك هذه تركيت بيجي did you see a lot of artifacts there. بجد قالكي آثار أو أفتشتي تاريخي تلويدي ديتن منتجاتي إنساني وكم يقول منحوتات تشتد ويدي ديتن شد بيجي دارولا no most of the artifacts are in museum in Europe now. بيجي قالك إجماع منتجات تاريخي museum يعني museums المتاحف كانت في المتاحف في يوروب الآن أنها أو منتجات تاريخي متاحف أوروبا دانا. Now here my students discuss the following with your friends. أف بيجت مناقشة بهذا خورة بس إذا جوارا بخوينا مش بارهم ظالمة. Is history important to you? Is history important to you? يعني تاريخ اشترى مهمة. Have you ever found something historic تتجا ديتية تشتك تاريخي يعني عثرتي على شيء تاريخي. What should we do if we find something history? بجد شو ممكن تبكي وقت أو ماذا يجب علينا أن نفعل عندما نجد شيء تاريخي. تمام. تشتك تاريخي دي لازم تبكي. تمام. طبعا وقت درسي ما قوتي the third one بدت مناقشة بكي why should we protect historic sites. شما لازمة يجب علينا أنه حماية المواقع التاريخية بكم. تمام. بدي آخر يك have you ever been at an historic site. هل سبق لك أنه زرتي موقع تاريخي. where was it. وين كان هذا الموقع التاريخي. what did you see تشديت ويده. تمام. طبعا أف منطقها ميزينن أف يوركي أو أوركيش أفجي موقعك بجدة أوركيش أفجي a historic site. Now my dear we have finished our lesson. We will move to the activity book. Hello again my dear. Now we have a new grammar lesson. It is about ability verbs يعني أفعال القدرة. ability ذات سمين قدرة. تشتيت هتكاري تبكي تشتيت تنكاري بكي as بيجيب ده ability قدرة. ability verbs يعني أفعال القدرة أو الاستطاعة. طيب أول شيء بدي لازم أمزاني من ability verbs. We have two kinds of ability verbs. general and specific. general يعني عام تشتي عام. شو ما عم بيجي ده general يعني you can do something anytime. Okay, this is ability or you can do something in any time. But specific وقت you have a specific situation. تمام. بيكون يعني موقفك خاصة أم بيجين ده specific ability. وكما قلت specific ability يعني موقفك خاص به فبدت قدرات استطاعة خاصة شيء به. منها مع الأمثلة you will got it more. أوكي. أول شيء لازم تظانمي إنه جمع ability verbs we have present and future tense. جمع دي زمن هنا أبتدأ استخدامكم بالنسبة ability verbs. كو زمني present ده زمني حاضر ده إذا تش استخدامكم جمع من كلمة يا هر شائع كان. أوكي. كان.
ففيدي فورمالي كان زائد infinitive verb. طبعا شو معنى infinitive؟ infinitive يعني انه فعل بدون اي زياده، تمام؟ نت اسبر زيدت كي، نت مثلا كي ماضي، نت تشتكي، ذا فيرب 1 يعني فيدي جمع فيرب 1 او ام كان بيجي فيرب 0 يجي حتى infinitive لانه زياده بفعل بتشي نابي. وكان ها مثلا مثال عمل اس كان بيجي I can swim، تمام؟ she can swim، I can speak English، you can speak Kurdish، she can speak Arabic، تمام؟ نعم مثلا she can speak no خلص speak بقى فعل للمصدر للانفينيتيف. فتبيجي مثلا I can run fast، you can swim، you can read the book. اوكي؟ فبيدي وكما قلتي فعلا اي وقت تكاري بكي وكما مثلا تشتكي تبعلمي لغتك تبعلمي بيدي مثالها I can swim general، تمام؟ يعني عامة تشتكى بأي وقت تكاري بكي وقدراتها حياة بكي. جبرت بكي نفي تشتكي ام استخدام يمكن انه not يعني جبر نيجاتيف. بيدي بما انه طبعا موديل فيربا فدائما موديل فيربس اري ممكن انه جبر نفي تجاه ذا not بموديل فيربتكي. فبيدي مثلا اذا بيجم I can swim جبر از بيجم انه ذكر بسبحم اذا بيجم I cannot swim. She can speak English بيجم yes she cannot speak English. He can speak Kurdish he cannot speak Kurdish. اوكي؟ طيب أنا بدي جمع كو specific به، تمام؟ هو وضعية specific به. فبيكون شيء مثلا I can get there in 10 minutes، تمام؟ أف بدي تبحث وضع كيتكي إنه بيجي أزد ويدي بخضون 10 دقائق، تمام؟ أف بدي تبحث موقفك كيدكي specific situation فتبيجي I can get there in 10 minutes. اوكي بالنسبه بريزنترا جبيرنا كن ام استخدامتكن كان طبعا بيشتوي فعل بالمصدر دتي زيادات سروينينا وقتي بكينا في كان ونط، تمام؟ وكمان ها ما قلتي I can swim I cannot swim she can swim she cannot swim she can run I can run I cannot fly، تمام؟ انه ازنكا بفرم. طيب future ده از استخدام كم future طبعا our lesson is very simple يعني درسها ما قلت انه سهله بس بدا future ده بالعاده استخدام كم كابيليتي فيرب جم من بيدي حياه صيغتها كميزم طي هذا I will be able to، تمام؟ وككليشه بهذا I will be able to، تمام؟ I will be able to travel I will be able to drink مثلا I will be able to learn more، تمام؟ I will be able أو she will be able he will be able، تمام؟ فالمهم will be able، تمام؟ will be able will be able to طبعا شبشتي to دائما تي وكما قلتي لازم فعل infinitive به will be able plus infinitive بدي جمع فعل ديسا أو غيرها بالمصدر. طيب أول مثال جمع أول example I will be able to work after graduation I will be able to work after graduation يعني أنا سيكون باستطاعتي أن أعمل بعد التخرج، تمام؟ I will be able بالمستقبل أزيد بتشتاها بكم بشتي تشتكي مثلا، تمام؟ وكمثلا إذا بعربي بيجم سوف يكون باستطاعتي سوف يكون باستطاعتي. طبعا ابدا الموقف دي سما كما قلتي جنرال، تمام؟ بيجي I will be able to work after the graduation افجي بدراها general. طيب موقفي specific به I will be able to play tennis tomorrow as قريبا سوف يكون باستطاعتي لعب التنس غدا يعني الصبح as قريبا as لعب تنس ترابليزم مثلا كنت موعدك يدي هناك تبيجي مثلا صبا اسكارم ترابليزم او صبا مثلا I will be able to help you
صباح سوف يكون باستطاعتي tomorrow I will be able to help you. غدا سوف يكون باستطاعتي مساعدتك. أفجي specific situation أو موقفك خاصة. طيب جبر أزبك منفي دي سام چه استخدامتكن will be able جبر دبكي نفي won't be able to جبرت النفي وكان بيجي لن يكون باستطاعتي سوف يكون باستطاعتي لن يكون باستطاعتي won't be able to. بدأ جملة ما I will be able to work after graduation. I won't be able to work tomorrow. لن يكون باستطاعتي العمل غدا. I won't be able to work tomorrow. تمام. future ده ممكن استخدامك كان طبعا اكثر شيء بشكل عام future كنت استخدامك I prefer يعني استفضل دائما will be able بهتر استخدامك will be able to. بس هنا حالات ذات كان استخدامك طبعا كان وقتي وقت تشتكي specific بيدي سأم بيجي موقفك خاص بي مثلا جدول مواعيدتها هنا تشتكي وكان همسا في مثالها بيجيتها I can meet you on a Friday يعني استكارم استبينم إيني مثلا هذا موعدك اشتت خوازم أزبيجم كان استكارم تبينم تجداري دفتر أخوة مواعيدها بكي تبيجي مثلا I can meet you on a Friday. أستخدم تبينم إينه. بس طبعا نفس الشيء جهة تذكري لسه استخدامك I will be able to meet you on a Friday. سوف يكون باستطاعتي رؤيتك يوم الجمعة. تمام؟ بالنسبة درس عمرة. Okay my dear, please now open your activity book on page 76. Now first of all I will read the rule for you as if the قاعدة بوك يمجارك هذه ترجورة. بشرح مدي سبكملين our exercise. طب ability verbs. Ability verbs are used to talk about if someone is able to do something. تمام؟ بيجيتا أم استخدام كن أفعال الاستطاعة جبر أم بيجن إنه هكا شخصك شخص ما لديه القدرة على عمل شيء ما. تمام؟ شخصك كاري تشتكي. There are two types of ability. دي نوعين ability جمعها. General ability and specific ability. General ability is something that once you have learned it, you can do it anytime. بجد general ability تشتكى تتعلمي تمام؟ تشتكى تتكاري تبكي بأي وقت تمام؟ Like reading or speaking a language. وقت بشتغلي أو تبخني أو تبشتغلي لغتك. Specific ability is something you can or cannot do in a specific situation. بجد هو شيء تستطيع أو لا تستطيع القيام به في موقف خاص. تمام؟ Specific وقت بيجيب تشتكي معين. Like lifting something heavy. وقت راجي تشتكي جرام. طيب وكان هما قوتي present tense جمعها و future tense هي. بالزمن present اللي هو حاضر أم تستخدمتكن can cannot. For both general and specific ability. أمش هردو كار استخدامكم. Examples. I can speak German. General ability. I cannot lift that heavy box. از نكاراجم في صندوق جران. This is specific ability. Future tense يجبر مستقبل. أزيد استخدامكم will want be able to. تمام؟ أف جبر نفي أف جملة كو imperative وجملة كي ثابت به. General or specific ability. تمام؟ مش هردو حالة استخدامكم will or won't be able to. Specific ability وقت كان وكانت به. طيب for example عندنا examples. He won't be able to speak German in a week. It will take months. بجد لن يكون باستطاعته تكلم الألمانية بأسبوع يعني نكاره بأسبوع كده ألماني بيشتغله it will take months يعني هبتشتغل أشهر تخازي حتى كاريبه أو general ability. طيب بالنسبة specific ability طبعا دي ساعات فيديت كاري استخدام كي يعني كاري بيجي I will be able to help يعني نص شرطة تداني I can تمام هردو جي جيد I can help you with your homework tomorrow. بيجي أسكارم أريتكم وظيفات الصبح تمام. Okay now we will move to the exercise on next page. طيب write the correct ability verb can, cannot, will, won't be able to in the blanks وقت بيجي فراغات. The first one. I climb that hill
right now. I am too busy. I am too tired. بيجيتا إنه as كارم as دركبم سر as نكا as دركبم سر في تلاها شما ميزي سبب داينا. I am too tired. بما إنه بيجي استعبان فبيجي إذا كان دانم ولا كانت. طبعا إذا دانم كانت لأنه بيجي as نكا تسلقة تلي بكم لأنه سبب دانية I am tired فبيجي I cannot climb the hill right now. الآن لا أستطيع تسلق التلة طبعا سبب دانية because I am too tired. Number 2 عائشة أو عائشة swim very well. She has taken swimming lessons for 3 years. بيجيتا عائشة سبحي قالكي باش. She has taken swimming lessons for 3 years. أفسي صالة درسا دبي سباحته تمام؟ فأفتش دليلة إذا تستخدمكم كان ولا كانت بأنه presenter حاضر نها أم بحسيتكم طبعا أميش بيجن yes أمي بيجن عائشة can swim very well تستطيع السباحة بشكل جيد. She has taken أخذت دروس سباحة في صالة درسي كويس عم تاخذ صار لها 3 سنين عم تاخذ دروس سباحة. طيب number 3 after a few more lessons بعد كمان كم درس he بدأ amazing type very quickly. type that mean وقت سر آلات طباعة بنتي أو سر كمبيوتر تداني أم بيجي دا type وقت كلمات ده سر آلات طباعة بنتيني فبيجي دا بشتي كم درسة ديتر he typed very quickly. after شو بحسب كيف the present ولا the future yes future. فإذا شو استخدامكم مش future تمام طبعا أباها نيجاتيف فأباها imperative يعني جملة أساسية بيجيتها he will be able to. he will be تمام after a few more lessons he will be able to type very quickly. سوف يكون باستطاعته الطباعة بشكل سريع. number 4 I plan طبعا فراغ يعني come to the meeting tomorrow. I have to go to the doctor. بيجي أزنكا ورم الصبا جمن لازمة أزهرم جن دكتور تمام. ما دام أصبح صار صباتكم فأفتشي future عن present yes future فأمي استخدامكن تمام. فما دام بدت بيجي أزنكا ورم بي شيء نفي إذا شو استخدامك بيجي تمام. number 4 I won't be able to تمام I will be able to come to the meeting أزنكا ورم اجتماعي الصبح لأنه يجب علي أن أذهب إلى الدكتور. طبعا بما أنه أباها سبيسيفيكا تمام تذكاري كان استخدامك يعني كاي بيجي I cannot come وتذكاري جديس استخدامك I won't come هردو خيار في الشاتنا. طيب رزقار number 5 بيجيتا رزقار ride a bicycle he never learned how. بيجيتا بيجي رزقار ركوب البسكليت تجا نعلمية تمام نعلمية شاوا سر بسكليت سواربي اف بيجت شيد بيجي ما طبعا اكيد بريزنت اذا شو استخدامكم بيجيتا رزقار بيدي اذا شو استخدام كان ولا كانت تمام كانت لانه از بيجي تجا نعلمية فنمبر 5 رزقار can not أو cannot key contraction. Okay. Number 6 the actors يعني الممثلين فراغ to arrive to the theater by 8 o'clock. تمام. بيجيتا إنه ساعات هشت وأف ممثلين وورن المسرحي ففيدي إذا كان استخدامكم لازمة بس جمن تو از فيدي بحسبينهم أفدر تو غلطة إذا بيجم the actors can arrive the theater by 8 o'clock تمام يستطيعون الوصول إلى المسرح في الساعة 8. أوكي نها بدت بيجيتا if you could live in any time in history
when you would you live بجد هل إذا كنت تستطيع أن تعيش في أي زمن من التاريخ تمام زمنك تاريخ ده ترى فرصك شيء بيت بعيش واختيارك زمنك جوا when would you live كي زمني أو كأي زمن تي اختيار بكي write a paragraph تبي دي موضوعك بمسيني سر زمنك تاريخ ده تي اختيارك إنه شما أو تي طبعا تي موضوعي خو بيكون إنه شما تبي زمني تا اختيارك بتاريخ ده وجبرت تا بحثك تمام. Finally, this is the last exercise we have today. بيجي تبدرها if the action is allowed at a historic site, mark it with check. تمام؟ صح يعني. If it is not allowed, mark it with false. أو إشارات ضرب. تمام. تشتا يا مسموح بتي إشارة صح داني، اشتا يا نا مسموح بتي إشارة غلط داني. أمين هاميزين كاتشنا تشتي مسموح ولا مسموح. The first one, taking pictures. يعني أخذ الصور. أفتشتاها allowed or not allowed? Yes, it's allowed. فأمين جدا إشارة صح. طيب. Number 2, picking up artifacts. يعني التقاط الآثار أو منتجات الإنسانية وكما قلت شيء تاريخي. This is allowed or not allowed? Yes, this is not allowed. تمام؟ إشارة X أميدانا. طيب. Third, 3, touching walls or paintings. يعني لمس الحيطان أو اللوحات paintings وقت بيجي اللوحات تدسخها بديدة. This is allowed or not allowed? Yes, this is not allowed. دي سمي إشارة X دائما. تمام. Number 4, asking questions about the site. يعني السؤال بكي حول موقع التاريخي. This is allowed or not allowed? Yes, this is allowed. إذن بدي إشارة صح. Number 5, taking an artifact home as a souvenir. بجد تراجي أثرك أو منتجك إنساني تبي ماله وكتذكار as a souvenir. This is allowed or not allowed? Yes, it is not allowed. تمام. أمي بدي X دانا. Number 6, walking on historic walls or buildings. يعني تمشي سر المواقع الحيطان أو التاريخية أو المباني التاريخية تمشي سر واحدة تشدبي عن شنابه طبعا it's not allowed. ميجدان إشارة X. Okay, my dear, now we have finished our lesson. Thank you for watching and have a nice day.